مشكلتي مع مراتي طول الوقت إنها عايز تسمع كلام حلو، وأنا راجل عملي وحياتي كلها شغلي، ده غير أصلا إني ما بعرفش أقول كلام المحن ده. طب خليني اسالك في البدايه، هل انت كراجل تقدر تعيش وتبقى مبسوط من غير لما تسمع كلام حلو؟ زي شكلك حلو النهارده، الطعم الشيك ده، ذوقك حلو، ريحه البرفيوم اللي انت حاططها تجنن، كتر خيرك، احنا من غيرك ولا حاجه. انت تقدر تعيش من غير الكلام ده؟ أكيد لأ طبعا. طب تخيل كده، انت راجل بشنبات وطول وعرض، وبتفرح وبتتبسط وروحك المعنويه بترتفع لما تسمع كلام حلو، ما بالك بقى بالست الكائن اللطيف اللي بتتغذى اصلا على الكلام الحلو؟ ما بالك بقى بمراتك اللي حياتها وعطائها مبني على كده؟ اسمع، الست بتشبع من كلمه ووشها بينور من كلمه، الكلمه الحلوه اللي انت مستهون بيها دي ما بتاخدش منك ثواني، لكن اثرها بيدوم وقت طويل، بتعلم في القلب وكانك كتبت عليه بقلم جاف. انت عمرك كتبت بقلم جاف على ورقه واتمسح؟ الكلام الحلو كده لما يكون جاي من القلب ما بيتمسحش، واللي يساعدك انك تتعلم وتتاكد ان الكلام الحلو مش محن زي ما انت بتقول. تخيل مدى السعاده اللي بتحس بيها لما انت تسمع كلام حلو وتحس بتقدير. حط نفسك في المكان ده وهتلاقي نفسك قادر تعمل. وبعدين في حاجه مهمه كل الرجاله محتاجه تعرفها، مفيش ست كبرت على الكلام الحلو ولا الخروجات ولا الفسح ولا الهدايا. مفيش ست كبرت على كلمه وحشتيني، تسلمي ايدك، كتر خيرك، انا حاسس بمجهودك مع العيال. وصدقني لو عملت كده معاها هتقيد لك صوابعها العشرة شمع، هتعمل لك كل حاجه نفسك فيها سواء طلبت او ما طلبتش، هتديك عينيها حرفيا من غير ما تطلب. الست بطبيعتها عطاءه، هو ربنا خلقها كده، لكن عشان تعطي بنفس وحب محتاجه تحس ان عطائها متقدر، زي ما انت محتاج تقدير من مديرك او زميلك والناس اللي بيحبوك. بس احنا كمان كاباء وامهات عندنا غلط كبير، لان اوقات كتير بنربي ولادنا على مفاهيم غلط، بيطلعوا جامدين ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم. يعني ايه مفيش راجل بيعيط؟ يعني ايه لما راجل يتدلع شويه على مراته يتقال له بطل مياصه؟ الكلام ده بتاع ستات، الكلام ده وغيره 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 صنع جوه قلوب بعض الرجاله اسوأ. بالرغم ان الراجل ممكن يعيط في حضن مراته عادي، ممكن يتدلع عليه ويهزر، طلع الطفل اللي جواه. في النهايه احنا بشر، وقوه البشر في مشاعرهم، والكلام الحلو هو البنزين اللي بيخلي المشاعر تتحرك. ده يا راجل كلمه طيبه صدقه، والابتسامه صدقه، وجبر الخواطر من افضل العبادات. تخيل بقى لو مراتك وشريكه حياتك وام ولادك كان لها نصيب من الحاجات الحلوه دي كلها، مقامك عندها وعند ربنا هيبقى عامل ازاي؟ اتقي ربنا فيها واحسن في معاملتها، هتلاقيها هي كمان تلقائي احسنت اليك. ولما الاحسان بيخش ما بين اتنين ربنا بيطرح في قلوبهم البركه.